اول تجربه ليا مع الروايات التاريخيه كانت وانا في ثانوي. كنت ساعتها لسه صغير وبحب اقرا جدا وبسمع ترشيحات من ناس كتيره جدا، وبالصدفه وقعت قدامي روايه عظيمه قوي اسمها حفله التيس لكاتب اسمه يوسا. الكاتب دوت لسه ميت من حوالي اسبوعين او 3. وبجد الروايه دي كانت عظيمه جدا وبتتكلم عن تاريخ دوله اسمها الدومينيكان، وهي اللي وقعتني في حب النوع دوت من الروايات. وفي الفيديو دوت انا جاي علشان اوقعك معايا في حب النوع دوت من الروايات. فيلا بينا نبدا، بس الاول تعالوا نخش جوه علشان في عاصفه رمليه وهيصه كده، فنكمل كلامنا جوه. طيب خلينا نقسم الفيديو دوت لاجزاء، والجزء الاول اللي احنا هنتكلم عليه هو نوعيه الروايات التاريخيه. وانا بصراحه كاجوالي كده بحب ان انا اقسمها لنوعين، وهما منظور الشخص الثالث ومنظور الشخص الاول. لو انت بتفهم في الجيمز يعني هتبقى فاهم ايه الفرق بين الاثنين، بس تعالى اشرح لك الفرق. الشخص الثالث هي ان انت بتحكي القصه من بره، انت شايف الشخص من بره وهو بيتحرك، وشايف الشخص من بره وهو بيعمل الاحداث بتاعته، فانت بتحكي القصه التاريخيه. كل الفكره بس ان هي بتبقى انت قرات الاحداث من الكتاب او من التاريخ او من كتب التاريخ يعني، وبتبدا ان انت تحاول ان انت تحطها في شكل قصه ينفع ان هي تتكتب في روايه. طبعا الروايه ساعتها بقى بتبقى محتاجه ان انت تقرا الكتب وتذاكر المصادر والمراجع والحاجات دي كلها، بس احنا لسه ما جيناش للوحش بالنسبه لي وهو منظور الشخص الاول. ومنظور الشخص الاول دوت بيبقى هي نفس الفكره، انت بتحكي القصه وكل حاجه، بس انت بتبقى متلبس الشخصيه. يعني مثلا انا هحكي لك عن هتلر، فانا هحكي لك هتلر من جواه كان بيفكر ازاي. ودي طبعا بتبقى محتاجه مجهود اكبر بكتير جدا من فكره ان هو مجرد ان انت بتقرا ايه التاريخ وبتعرف ايه اللي حصل وهتلر عمل ايه فانت بتيجي تحكيه لي وخلاص، لان انت بتبقى محتاج ان انت تبقى عارف معلومات عن هتلر انا ما اعرفهاش تخليك فاهم هتلر من جواه كان بيفكر ازاي. ودوت بيحصل في بعض الروايات الجميله جدا اللي انا كنت بحبها قوي، زي نصف شمس صفراء واوراق شمعون، بعض اجزاء اوراق شمعون وبعض اجزاء برضو القطائع، وطبعا حفله التيس اللي احنا بدانا بيها الفيديو يعني. فهي اكتر حاجه انا بحبها فكره منظور الشخص الاول. وفي نفس الوقت على فكره هي مش بتحصل بس في التاريخ، هي بتحصل برضه ساعات في علم النفس وحاجات زي كده. بجيب شخصيه وبعمل لها اكنها بتتكلم عن مشاكلها النفسيه، وده كان حصل في روايه اللي انا بتكلم عنها كتير جدا واللي ما حدش قراها من كتر ما انا بتكلم عنها، بس ما حدش قراها، وهي روايه عندما بكى نيتشه، اللي كانت بتتكلم عن نيتشه من كتر ما الكاتب عارف عن نيتشه. هو بيحكي لك مشاكله الشخصيه وليه تفكيره في الافكار بتاعته ومعتقداته الفلسفيه وكل الحاجات دي كانت بتطلع، وكل الحاجات دي. فالنوع ده في المطلق بيحسسك ان انت فاهم مين الشخص وانت فاهم هو بيعمل كده ليه. وفي حفله التيس يعني في جزء من الاجزاء دوت في اخر الروايه انتوا هتقرفوا من الجزء دوت، بس هو الجزء ده كان لازم يوريهولك علشان يفهمك شخصيه روكلي نفسها كانت بتفكر ازاي اصلا كديكتاتور. دي الميزه بتاعت الاجزاء ديت، وديت الميزه بتاعت ان انت تتكلم في الروايه او تحكي في الروايه من منظور الشخص الاول. وده ياخدنا لجزء جديد بقى، وهو فكره الروايات المهمه والروايات مش مهمه، والكتب اهم من الروايات والحاجات اللي زي كده. وبجد من اكتر الروايات اللي بتقف بقى بتدافع عن فكره ان الروايات فعلا مهمه هي الروايات التاريخيه. لان الروايات التاريخيه لو كتبت صح وكتبت بكل المعايير المهمه وكتبت على اساس مرجعي وعلى كتب تاريخ، بتبقى اجدع من اي اساس مرجعي او كتاب تاريخ. ليه؟ لأن الكتاب المرجعي أو كتاب التاريخ دوت مش هيقرأ فيه غير مؤرخ أو حد بيحب التاريخ جدا لدرجة إن هو يقرأ بقى وحدثني فلان عن فلان وقال كذا عن كذا وعمل مش عارف إيه عن إيه، والحاجات دي حاجات بتبقى بتاعت الناس اللي هي فعلا شغالة في التاريخ أو هو بيحب التاريخ جدا. بس احنا كناس عاديه بقى انا محتاج ان انا اعرف الموضوع في شكل قصه. يا جماعه انا مش محتاج اعرف ان عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا عايز اعرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول. او مش عايز اعرف ان مش عارف مين قعد مع مين في CNN علشان يقول له ان حصل كذا في سنه كذا 1984. ما تحكي لي اللي حصل وخلاص، تمام. وطبعا لو حد عايز مصادر بتبقى كاتب له المراجع بتاعته في الروايه، فانت عايز تتعمق تعرف تقرا الروايه وبعد كده تجيب المصادر بتاعتها وتتعمق. مش عايز تتعمق انت هتقرا الروايه وهتتبسط من الاحداث اللي موجوده في الروايه. فالروايات التاريخيه من اكتر الروايات اللي بتقف وبتدعم فكره ان انت فعلا الروايات في المطلق مفيده. بس ازاي اصلا بقى اعرف اذا كانت الروايه التاريخيه اللي انا بقراها ديت روايه كويسه فعلا والتاريخ بتاعها صحيح ولا لا؟ هما حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت بتشوف المصادر اللي موجوده
هو الكاتب لو هو كاتبها عن اساس تاريخي بتلاقي حاطط لك كل المصادر اللي هو جاب منها المعلومات دي علشان تقدر تراجع وراه. زي ايه عندنا في مصر مثلا؟ زي اوراق شمعون كان مكتوب فيها في الاخر المصادر، وانا كان عندي مشاكل في اوراق شمعون، وفي الاخر لما لقيت ان هي فيها مصادر والمصادر دي جايه فعلا من مصادر اللي هو التوراه وحاجات زي كده، ما فتحتش بقي لان هو الراجل جايبها من مصادر. وفي نفس الوقت اللي انا بقرا فيها حاليا روايه اسمها روما هي انا، وهي بتتكلم عن يوليوس قيصر، وانا كنت فاكر في الاول ان هي حاجه بقى فن ومش عارف ايه، هو بيحاول ان هو يحكي لك الشخصيه وكده، بس وانا بفرج كده فيها بصيت في الاخر لقيت في الاخر في مصادر كتير جدا لكل حاجه حصلت. ده غير ان هو حاطط كمان صور وخرايط للاماكن اللي كان بيحصل فيها الحروب والاماكن اللي كان بيحصل فيها المشاكل وكل الحاجات دي. فانت بتقرا الروايه وانت نوعا ما عندك نوع من انواع المصداقيه، ودي اول حاجه. تاني حاجه، لو هو مش حاطط مصادر او لو هو حتى حاطط مصادر، ان انت بقى تبدا تبحث وراه شويه. يعني انت خلاص هو في حد رمى لك الهوك ان انت تحب الفتره بتاعت المماليك، فخش ابحث. حد رمى لك الهوك ان انت عايز تعرف حاجه عن يوليوس قيصر، خش ابحث. حد رمى لك هوك ان انت عايز تعرف مين هو تروخيو، ايه اللي حصل في الدومينيكان، وهكذا. خش ابحث بقى، خش شوف هل فعلا في حد كان اسمه تروخيو، هو كان عايش امتى، هو اغتالوه فعلا ولا ما اغتالوهوش، طب هو كان ديكتاتور اصلا ولا ما كانش ديكتاتور، طب هو كانت ايه وجهه نظره اصلا في اللي هو بيعمله، وهكذا. فهي روايه بتبقى مدخل حلو قوي ان هي تعرفك التاريخ في المجمل، وفي نفس الوقت تحببك في الفتره دي وتخليك تبحث عنها. وفي المطلق، وبان الفيديو خلص خلاص، فانا عايز اقول لك حاجه بسيطه جدا، ان الروايات التاريخيه تعتبر في نفس اهميه الكتب والمراجع التاريخيه بالنسبه لناس كتير جدا. الروايه لما بتتكتب كويس بتبقى فعلا في اهميه المرجع والكتاب. ليه؟ لان انا وناس كتيره زيي مش هتقرا مرجع تاريخي ولا هتقرا كتاب تاريخي، بس هنقرا روايه تاريخيه علشان نتبسط وفي نفس الوقت نعرف معلومات كويسه عن الاحداث التاريخيه دي. فنصيحه، لو ما كنتش بتقرا روايات تاريخيه اقرا منها كتير جدا لانها عظيمه قوي. ولو بتقرا فعلا روايات تاريخيه فاتبسط، لان انت بتقرا كنز حرفيا بيبقى موجود قدامك في شكل كتاب. انت ما تعرفش انت بتعمل ايه يا محمد؟ هو انت بتعمل ايه يا محمد؟ لان انت بتقرا حاجه بسيطه جدا ولذيذه جدا وبتبسطك، وانت مش عارف كميه المجهود اللي الكاتب خدها علشان يعرف يطلع لك شويه الورق اللي انت بتقراهم دول. وبس كده، اشوفكم فيديو جاي. طبعا بقى ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وزر الجرس واللايك والشير والحاجات الجميله ديت يعني، ويلا اشوفكم فيديو جاي.